السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل اخواتي؟ اتمنى تكونوا انتم بخير. قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حياتك تفضل في راحه وفي امان. جاينا النهارده بايه يا دودو؟ جايه لكم بكشري الحله الواحده، يعني في حله واحده هتعملي احلى كشري عظمه ومفلفل وجميل. ومعانا اللي هو الورد بيتقال عليه ورد في المحلات بتاعت الكشري، البصل المقرمش تحفه تحفه تحفه. شايفين قرمشته اصلا عامله ازاي؟ ومعانا بقى الكبده، ولا تقولي لي كبده رده ولا تقولي لي كبده اي حاجه، لا جربي الكبده بتاعتي ديت وقولي لي ايه رايكم. ودي السلطه اللي تقدمها لكم في المحل بتاعت الكشري. شايفينها سلطه بفلفل، معموله بقى طبعا بالثوم والفلفل والهريسه الشطه والتوابل بتاعتها. ودي الصلصه بتاعتنا عظمه على عظمه. ودي طبعا الشطه بتاعتنا النار جهنم. وديت الدقه اللي هي اللي بالخل والليمون. حتى بصوا مش عايزه اقول لكم على الطعم وجمال الثوم. شايفين السمنه عملنا لها تركيه حلوه جدا، وهريسه الشطه مخلينها نار وطعمها في نفس الوقت حلو جدا، يعني معلقه واحده كفيله معاكي. ولكن الشطه دي مولعه. والكبده جربوها هيعجبكم جدا جدا جدا. احلى طبق ده ولا مش احلى طبق؟ جربوه والله مفلفل يا بنات. مش عايزه اوريكم الطعم عامل ازاي. ايه رايكم فيها جوجي؟ جامد. شايفين عامل ازاي الواحده بوحدتها ازاي؟ جربوها هتعجبكم جدا جدا. ليه ما حطيتش الصلصه على الوش يا دودو؟ عشان احنا بنحب ناخد حبه حبه في طبق. انا برصه كده وبحط حبه حبه في طبق لكل واحد فينا، ونحط عليه الصلصه بتاعتنا اللي احنا عايزينها. لكن كده هبهدله كله وممكن يفيد مننا ويحمض. طب على ايه؟ لا هنعمله كده. جربوه وما تنسوش الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. حياتك تفضل في راحه وفي امان. صلوا على الحبيب المصطفى. وما تنسوش تعليقاتكم الجميله ومشترككم في القناه عشان يوصلكم كل جديد. دمتم بخير يا كل حبايبي. انا بعلى بيكم، ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، ويكبر بخاطركم دايما زي ما بتكبروا بخاطري. يلا نخش على الطريقه واوريكم هنعمل ايه. اول حاجه هتعملوها ايه؟ هنقطع البصل شرايح بالشكل ديت. ده البصل اللي احنا هنحمره في الزيت عشان يبقى اللي هو البصل اللي هو بيحطوه اللي هو بيقولوا عليه الورد. هنقرمشه. انا حط عليه هنا، حط عليه معلقه ملح، معلقه نشا، معلقه دقيق، وسبتهم كده سايبهم تحت طبق همت عشان ينزلوا ميتهم. وهنعلق على الزيت. وطبعا معانا الرز والمكرونات. ودي كبده الشرايح اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. حاجه حاجه هنقول لكم يلا عليها. زي ما انتم شايفين اهو حطينا البصل الاول يتحمر، وهنا زي ما انتم شايفين حطينا الكبده فردناها عن بعضها. دي كبده شرايح برضو تجيبوها من حد يكون موثوق منه. حطينا عليها ليمونه كامله. هنحط عليها دلوقتي البهارات. وفي تركتين حلوين قوي هتعملوهم مع الكبده هتطلع لك كبده رهيبه رهيبه رهيبه. هي تركات شفتوا ذره السكر دي؟ شفتوا قد ايه؟ مش مكمله ربع المعلقه، بتديها طعم رهيب. وتركات تانية هقول لكم عليها دلوقتي. بس التوابل بتاعتها هنحط عليها ايه؟ ملح، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، فلفل اسمر، كزبره، بهارات كبده، رشه كاري، رشه بابريكا وكمون زي ما انتم شايفين كده. ودي رشه زعفران بتديها طعم حلو جدا. هنحط كل التوابل بالشكل ديت وهنقلبها كويس جدا. التركات التانية هي ايه؟ هي دي بضايه. هتقولي بضايه على الكبده يا ام يوسف؟ هقول لكم جربوها مالكوش دعوه. جربوها وهتشوفوا هتعجبكم ازاي. حطينا عليها ربع معلقه من الخل، ولو نص كوبايه لبن تبقى جميله برده. بس انا عشان ما عنديش لبن انا بقولك يعني تحطي برده عليها حوالي معلقتين 3 او ربع كوبايه لبن مع البضايه ديت. وشوفي بقى الكبده دي هتبقى عامله ازاي. هقلبها في بعضها واسيبها في التلاجة دلوقتي لحد ما تيجي نعملها. حطيتها في طبق وهنحطها في التلاجة لحد ما نيجي نقليها. وهنا اهو طلعنا البصل بتاعنا المقلي. شايفين الرسول شوف عامله ازاي؟ مقرمش وجميل ما شاء الله اللهم بارك. بالزيت بتاعه بقى هنعمل بيه الكشري الكامل. نسيت هنا حاجه مهمه اقولها لكم، ان الثوم والهريسه الشطه ومعلقه الثوم مفرومه وهريسه الشطه هقلبها برده مع الكبده واسيبها مع التوابل. هي كده كامله متكامله من كل حاجه. في نفس الحله هي اللي هنعمل فيها دي كلها. الحله ديت هنعملها حله الكشري الكامله، يعني ديت هنعمل فيها الكشري كامل. اول حاجه هنحمر الشعريه كويس. الحاجات ديت اللي هي مطرح البصل يا جماعه. فانا الزيت اللي هو احنا حمرنا بيه البصل هو اللي هنعمل بيه الصلصه وهنعمل بيه حله الكشري. الكشري الحله الواحده هنعمله كله هنا وهوريكم هيبقى مفلفل قد ايه ورهيب. ولا توسخي مواعين بقى ولا تبهدلي نفسك ولا الكلام ده كله. هنحمر الشعريه واجيلكم اهوت. الشعريه اتحمرت. هنحط الرز
ودي التوابل اللي هنحطها على الكشري، لا هحطهم هنا عشان خاطر اعمل بقى الرز شويه بالشكل ديت. هو عباره عن ايه؟ ملح وكمون وبابريكا ورشه زعتر ونص مرق دجاج وحبه كزبره ناشفه. وهنقلب بقى زي ما انا معوداكم، تقلبوا الرز شويه عشان خاطر يبقى الكشري مفلفل. حطينا اهوت وراه العدس وقلبته فيها شويه زي ما انتم شايفينها كده. حمرنا الشعريه وبعد كده الرز وبعد كده العدس، ده ربع كيلو من العدس. اخر حاجه بقى نحطها هي ايه؟ المكرونه. معايا كيس من المكرونه الصغيره، وهنحط عليها نص كيس من المكرونه الطويله اهوت. بعد كيس صغيره حطينا نص كيس من المكرونه الاسباجيتي، واقلب بقى ده كله كويس جدا. وبعد كده اسقيه ميه عاديه خالص اهوت. بعد ما قلبناه شويه حطينا الميه اهوت، هو ده المقدار اللي انا قلت لكم عليه بتاع الميه. ما تكتروش عشان ما يعجنش معاكم. هتقولي المكرونه طالعه دي كلها هتهبط دلوقتي وهتستوي مع بعضها. هتدوها ملحها وتغطوها وتسيبوها لحد ما تستوي. دي الحله بقى اللي هنعمل فيها الصلصه بتاعت الكشري. جبنا برده حبه زيت من بتاعت الصلصه بتاع السلينه بتاع البصل. هنحط فيها قطع ثوم صغير مع حبه كزبره احمروا بالشكل ده. نحط عليها معلقه الهريسه، وحطينا واحده ماجي. وشمي بقى الروايح. معانا هنا كيسين من الصلصه اللي انا مفرزاهم. طلعت كيس ببصل وكيس ساده زي ما انا قلت لكم، انا مفرزه النوعين عشان تبقى جاهزه معايا، عشان صلصه الكشري بيبقى فيها الثوم والبصل بتبقى طعمها حلو جدا. حطينا كيس من الساده وكيس عليها من اللي هو فيه البصل. هحطها برده هنا. هنحط عليها التوابل بتاعتها. هي عباره عن ايه؟ طبعا احنا حطينا المرق الدجاج وحطينا كزبره. هنا معانا كمون، بابريكا، رشه السكر دي لازم، وفلفل اسمر والملح. وهسيبها بقى مع نفسها كده تتسبك وتاخد لحد ما نشوف هي طعمها يبقى ايه. لو عايزه ملح نحط لها ملح. هنجيب بقى صينيه او طبق كده عشان نعمل فيها الغلاف بتاع الكبده. هو عباره عن ايه؟ عباره عن نص كوبايه من الفيجيتار الحار او العادي، كوبايه من البقسماط، كوبايه الا ربع من الدقيق، ومعلقتين حلوين كده من النشا. هنحطها ببهاريهم بايه؟ بحبه بهارات كبده لا اكتر ولا اقل. ليه؟ لان احنا مملحين الكبده مملحينها كويس جدا. هو ده اللي هنحطها. هنقلبها كويس جدا ونغلف بيه الكبده. الخلطه بتاعت الكبده جاهزه. وادي الكبده طلع جبناها من التلاجة، شايفين اساسا شكلها يتاكل ني اساسا. وده الطبق اللي هنغلف نحط فيه. هنطلع بالشوكه كده واحده واحده. انا هعمل معاكم واحده وبعد كده هعمل الباقي كله. هو سهل جدا يتغلف زيه زي البانيه. اهي تفرديها، اهم حاجه تفرديها اهوت عشان التغليف كله يوصل هنا. غلفه كله بالشكل ده هنا، وبعد كده احطها في طبق عشان لما الزيت يتقدح هتروح قليم فيها الايه الكبده. شايفين جمال الصلصه؟ اللهم بارك ما شاء الله. والطعم اقسم بالله حكايه، والله الطعم يعني ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. طعم حلو جدا جدا جدا. وهنا الكبده يا ابني ليها زي ما انتم شايفينها كده اهي ما شاء الله اللهم بارك. صلي على الرسول، ما تنساش تصلي على الرسول. وندعي لاخواتنا في غزه وندعي لنفسنا كلنا يا رب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بامر الله. كلها ايام وداخلين على احلى شهر في السنه كلها. هي ايام ربنا كلها حلوه طبعا، بس الشهر ده بالنسبه لنا ما شاء الله شهر الخير والبركه. ربنا يعم علينا يا رب بالخير والبركه يا رب العالمين، ويرخص لنا الحاجه اكتر واكتر باذن المولى عز وجل. ندعي لاخواتنا بالله عليكم ما تنسوش صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين بقى جمال الكبده؟ شايفين جمالها؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنقلي الكميه كلها. هنا الصلصه طافين عليها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ والله ما قادره اوصف لكم الطعم. البصل مع الثوم مخلينها رهيبه. صلصه كشري احلى من اللي بره بكتير. وادي الكبده ما شاء الله اللهم بارك لسه بنقلي فيها. وده الكشري بقى مش قادره اوصف لكم فلفلته قد ايه وجمال. اللهم بارك على شويه كشري روعه. اللهم بارك. كشري الحله الواحده، كشري الحله الواحده بس شويه كشري بألف هنا وشفا. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وجربوها وقولوا ايه رايكم. هنعمل التوميه دلوقتي اللي هي دقه يعني. انا بحب اعملها بالطريقه دي بتبقى حلوه جدا. بحط حبه زيت على النار وبحط عليها توميه واروح طشها بشويه خل
زي ما انتم شايفين كده، واعصر عليها ليمونتين حلوين مع معلقه هريسه شطه ومعلقه شطه، هريسه شطه وغير معلقه شطه ناشفه. زودناها هو الميه مع الليمون، قطعنا فيها ليمونتين حلوين، شايفين الليمون اللي على الوش، وحطينا حبه ملح مش اكتر ولا اقل. ودي كده صارت دقه خلاص، هي بتاعه الكشري، احلى دقه ممكن تاكلوها وانضف دقه كمان. شايفين بقى الجمال، شايفين التريكات، اقسم بالله احلى طبق كشري ممكن تاكلوه في حياتكم. انا ممكن كنت عملت حمص، بس انا وعيالي ما بنحبش الحمص على الكشري، بنحب التقليه اكتر من الحمص. بس شايفين، انا عايزه اوريكم بس الحبايه عامله ازاي، ما شاء الله. شايفين فلفلته اصلا عامله ازاي، المكرونه ولا الرز ولا العدس، ما شاء الله اللهم بارك. وعملنا هنا ايه، عملنا الصلصه بالشطه بتاعتها، وهنا عملنا الدقه بتاعتها، وعملنا بقى الطبق ديت اللي انتوا بتاكلوه في اي حته لما تروحوا محل الكشري، بيحطوا لكم طبق قطه مقطعه كده وعليها فلفل كده وعليها الحبشتكنات بتاعتها اللي هي بالثوم والدقه، حاجه بقى اللهم بارك. وهم اقسم بالله، وهم التلات اطباق دول كده في قلبي، غير الصلصه طبعا. بس انتوا شايفين الشكل اصلا عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. وده تقريبا الكبده، احلى طبق كبده ممكن تاكلوه في حياتكم. انسوا بقى الكبده اللي هي بالرده العاديه ديت، وجربوها بطريقتي دي، اقسم بالله طعمها رهيب وحلوه جدا جدا. وزي شايفين، زي ما انتم شايفين كده عامله ازاي، ما شاء الله، ومش شاربه زيت، بل بالعكس عامله ازاي مقرمشه وجميله جدا. جربوها هتعجبكم جدا. وهي كده الكشري بتاعنا خلص، اتمنى يكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعليقاتكم عشان بفرح بيها جدا. دمتم بخير يا كل حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.